يا صباح الفل والياسمين عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جايلكم النهارده بفيديو جديد. بجد بعد التعب ده كل اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو اتصدمت في الاخر. انا كنت عند ماما بقالي يومين، جيت فتحت الشقه بقى علشان جوزي جاي من السفر، قلت اروقها. جيت اتصدمت، شفت بقى ايه كميه تراب في الشقه. الجو مش متظبط اليومين دول اصلا، وفي هوا وفي شتاء، والجو يزهق كده مش عارفين له حل. فبوريكم هنا كمية التراب. في تراب بالرغم ان انا منضفة الشقة قبل ما امشي. لازم اكون منضفة الشقة قبل ما امشي اروح في حتة عند ماما او عند اخواتي. لازم يعني قبل ما اطلع من البيت اكون الشقة والبيت نضيف. جيت بقى ولقيت البلكونة مليانة تراب ومليانة اكياس من الهوا مطلع الاكياس لحد البلكونة. ما كنتش هنا شلت السجاد من ايام العيد. فهشيل بقى السجاد وعينه بقى. هنا بقى جبت الحاجة اللي هتساعدني في الترويق والتنظيف، جاروف وحتتين قماش او اللمامة اللي هي بتاع التراب، وبخاخة فيها معطر بمية، وجرة للمسيح وحطيت فيه مية كده بمعطر مسيح. في الوقت ده بقى كنت بلم المشايات الصغيرة دي عشان اغسلها وعنها. وحاولت كده مع نفسي اشيل الترابيزة من على السجادة عشان المها بالشكل ده. هي تقيلة جدا عشان الرخامة هي اللي متقلاها. فشلت كده، حاولت مع نفسي كده عشان كنت بعمل لوحدي، حاولت مع نفسي اشيل السجادة من تحت الكنب كده والكراسي بالشكل ده بقى. وهشيلها بقى وانفضها كده وهلمها. تتعان بقى لحد ايه لما نفرشها في العيد. وانا بركنها في جنب وقعت بقى واحدة كريستالة من نجفة، شلتها عشان اركبها. الهوا بره صوته فظيع اوي، انا خايفة بعد التعب ده كله الهوا يدخل تراب تاني في قلب الشقة. هتقولي لي قفلي الشقة يا امان، فهقفلها بس لازم اهويها شوية، افتح الشباك. ففتحت الشباك دي 5 دقايق اللي هووا فيهم الشقة. ربنا يستر بقى. مفيش حاجة بتفضل على حالها، هتيجي على الشقة يعني والترويق بتاعها. هنا بقى كنت بدأت انفض بقى التراب اللي على الكنب بقى والكراسي، واشيل المراتب او الخداديات اللي هي الكبيرة دي وانفض تحتها كويس. لقيت بقى تراب في الحتت دي، فنفضتها بقى ورجعت حطيتهم تاني وبدأت اكنس. ده وقت الكنيس، بدأت بقى اشيل الكنب والكراسي واكنس من تحتهم. والنص السيراميكا اللي هي على الحيطة من تحت دي عليها تراب برضو، بدأت اكنسه. واحنا بنتفرج كده على الفيديو، اللي ما دس لايك تحت ينزل تحت يدوس لايك بسرعة. يلا هوبا لايك. هنا بقى كنست بقى ولميت اللي انا كنسته كده، وابدا امسح بقى من ورا كده ومن تحت الكراسي، والحته اللي انا بقول لكم عليها اللي هي نص سيراميكا دي امسح من فوقها كده. وانتوا بتتفرجوا كده نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله اجمعين. انا بحب كل فتره كده اروق الشقه ترويق عميق 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 كده، ببقى حاسه ان انا قاعده مرتاحه ما وريش حاجه. باجي اروق بقى بعمل من على الوش. هنا بقى خلصنا اوضه الانتريه، دخلنا على اوضه النوم مكركبه على الاخر. والمفرش اللي انا كنت فرشاها في العيد لسه موجوده ما شلتهاش من ساعتها. ودول حبه هدوم كانوا مدورين كده كسلانه اطبقهم، حان الوقت اللي انا اطبقهم بقى. الغسيل بيبقى سهل، والنشر بننشر علشان ايه الهدوم ما تكمكمش وهي مبلوله. لما بتنشف بقى بنرميها بقى على السر، بتفضل باليومين بقى. اللي عايز يلبس حاجة يلبسها، مش لازم تتطبق. بصراحة في حكاية التطبيق دي بكسل فيها أوي. لا بس بطبقهم لما يكون عندي فراغ كده ونشيطة، عندي حماس اللي انا اطبقهم. خلصنا الهدوم بقى وشلت الملاية بتاع السرير وشلت الحافظة كمان بتاع المرتبة، وهبدأ انفض كده المشمع. انا مش شايله المشمع بتاع المرتبه زي ما هو علشان المرتبه اصلا بيضه ما تتوسخش. هتقولي لي في حافظه، هقولك برضو علشان الحافظه مش هتحافظ عليها من تحت، من عند الملل. هنا بقى جبت الطقم السرير ده، ما فرشتوش قبل كده جديد عشان حاسه اللي هو لونه اصفر كده فاقع. النور هنا كان قاطع وكنت بشتغل والنور قاطع برضو، لا مش هتعجزوني.
هنا شلت بقى المفارش اللي كانت على الكومودينو وقدت الكشاف علشان يساعدني وانور كده، واشيل برضو المشايات دي وهكنس وامسح. هنا بقى الاوضه اللي انا كنت مسحاها كنت سايباها تنشف، وفرشت بقى الحصيره دي او قياس زي ما انتوا بتسموه، ورتبت المخدات كده، وحطيت المسجاده دي هنا علشان تحافظ على ايد الكنبه اللي تحت الشباك، بتكون عليها عفرة كتير وبتتبهدل مننا برضو، فحطيت بقى السجادة عشان تحافظ عليها. هنا بقى رجعت الترابيزة مكانها في النص كده واسطنتها، وبدأت امسحها بقى من التراب اللي عليها بقى بحتة قماشة كده، والبخاخة اللي كانت معايا فيها بقى مية ومعطر كده مسيح. مسحت بقى حتة الرخامة اللي على الترابيزة، وحطيت عليها المفرش بقى ده، وحطيت الطفاية الكريستال ده بتاع الطقم اللي عندي اللي هو الازرق. خلصت الأوضة بقى وقفلتها بالستارة. اللي شوفوا الصالة عندي مكركبة خالص، والسفرة دي هنقلها علشان زحمة الدنيا، فجات لي فكرة ان انا اوسع الصالة شوية. ودي أوضة الأطفال مكركبة خالص مفضية الدولاب بتاعها كله على الأرض، في كل حتة كراكيب، والحتة دي هننضفها اللي فوق الفريزر. هنا بقى بدأت أشيل الملايات بتاع السراير بقى وانفضها بالشكل ده، وهظبط بقى اسمها الحافظة اللي هي على المرتبة، وهظبطها كده. هحاول بقى اسويها كده وتكون متساوية، علشان بتكون بحسها بتكون مكلكعة تحت الملاية، بتكون شكلها مش حلو. اكتشفت ان التليفون ما كانش بيصور وحاجات كتير فاتتكم، بس هنا بقى خلصت الأوضة وفرشت بقى الملايات دي. بعد لما كنست الأوضة بقى ومسحتها قفلتها كده. وهنا الصالة قلت لكم هغير نظام السفرة عشان كانت في النص كده وعاملة زحمة، حطيتها تحت الشباك عشان تديني وسع كده في الصالة. وممكن بقى وانا بروق ترويقة العيد ارجعها تاني في النص. قولولي في التعليقات بقى هي كده حلوة ولا في النص تبقى احلى. والأوضة دي خلصتها برضو، رتبت التسريحة كانت مكركبة ومشدود منها حاجات وكانت مبوظاها. رتبتها بقى وحطيت المفرش ده كان عندي، وشلت بقى المشايات اللي فيها وحطيت فيها مشاية واحدة اللي هي قدام التسريحة. وكان عندي هدوم كتير بقى حاولت اغسلهم، ومواعين كتير، والمطبخ مقلوب. قلت بقى اروقه بقى. قلت بقى اخلص بسرعة علشان ما ينفعش يجي من السفر ويلاقي الشقة مقلوبة كده. حاولت بقى اخلص وانجز كده في الوقت. انا كنت خلصت بقى 3 ادوار هدوم غير اللي في الغسالة، وكان عندي شوية بصل كده لوحدهم حطيتهم في الشبكة دي. شكل المطبخ مكركب، والمواعين بقى هم شوية صغيرين بس بينفشوا في قلب الحوض. عارفين المواعين اللي بتنفش دي؟ اكيد عندكم منها. بدأت بقى اغسل. انا طبيعتي بغسل والسلكة نضيفة كده، وهي لسه نضيفة. بغسل الكوبايات الاول، وبعدين المعالق، وبعدين الاطباق، وبعدين الحلال بقى. بعد لما خلصت لقيت الاتنين دول البولات الصغيرة بتاع اللهم صل على النبي بتاع الكاتشب والحاجات دي. فغسلتهم بقى وبدأت امسح الترابيزة بقماشة كده فيها مية بخل. علقت المعلقة دي كانت واقعة، مش بستعملهم، هم منظر كده بس. بدأت بقى انظم بقى الترابيزة كده وامسحها. الصدمة هنا بقى جوزي كلمني وقال انا مش جاي النهاردة، انا هاجي الاسبوع الجاي. بعد التعب ده كله يعني اتصدمت. بس اهو اتشجعت وروقت الشقة ترويقة حلوة كده. هنا بقى كنت هعمل سمك، بس عملت بقى سمك على قد انا ومكة بقى، ورز كده احمر ببصل. يلا يا حبايب قلبي، لو الفيديو عجبكم واداكوا كده حماس ونشاط، ما تنسونيش بقى في اللايك، تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكل لما نازل جديد يبقوا انتوا اول ناس تشوفوه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم بخير في فيديو جديد.